مستر سلطع اكتشف إن منادات الزباين بأساميهم بتخليهم يصرفوا فلوس أكتر، فطلب من سبونج بوب وشفيق يحفظوا الأسامي، بس شفيق ما كانش مهتم. علشان يشجعه، مستر سلطع طلع مجلة سفر كان شفيق نفسه فيها، وقال إن اللي هيحفظ أسامي أكتر هيكسبها. شفيق كان واثق من الفوز لأن سبونج بوب دايما مشغول في المطبخ. شفيق بدأ يقرب من الزباين، بس أول زبون كان مشغول بالأكل ومركزش معاه. فجأة سمع سبونج بوب وهو بينادي على الكل بأساميهم بسهولة. شفيق استغرب وحب يعطله، فزقه جوه الخزنة عشان يكسب وقت، بس سبونج بوب كان بيطلع له في كل مكان. شفيق كان عنده فضول يعرف السر، واكتشف إن سبونج بوب كاتب الأسامي كلها في ورقة من الأول. شفيق أخذ القائمة بسرعة وبدأ يرحب بالناس وجهز شنطه للسفر، بس كان فاضل زبون أخير محدش عارف اسمه، والنتيجة كده تعادل. الزبون ده كان هادي جدا ومش قايل اسمه لحد. شفيق جري عليه وسأله عن اسمه بحجة إنه بيدخله في سحب، فالزبون رد عليه: وانت مالك؟ شفيق حاول يعرف الاسم بأي طريقة ورش عصير على هدومه عشان يشوف التيكت، فالزبون اتضايق وساب المكان ومشي فورا. شفيق ما أحبطش وجري وراه ونبهه إن في حاجة بتطير في السماء، ولما الزبون بص لفوق شفيق أخد محفظته وبدأ سباق جري بينهم. شفيق وهو بيجري عدي إشارة حمراء، فلمحه عسكري الشرطة ودخل في السباق وراهم. الزبون قال للعسكري إن شفيق أخد محفظته، فالعسكري قرر يقبض عليه لأنه عمل غلطتين. شفيق طلع فوق السطوح والكل حصله وقعدوا يحاولوا ياخدوا المحفظة من بعض. شفيق حاول يشرح موقفه، بس العسكري قال له: الكلام ده في الاسم. شفيق فتح المحفظة وطلع الرخصة وقال بفرحة: أنا كسبت، واسمك مستر، وانت مالك؟ إيه الاسم المختلف ده؟ فالزبون رد: ده اسمي، وانت مالك؟ شفيق اتكلبش واتحكم عليه يقعد في الحجز 10 سنين، بس مكنش فارق معاه لأنه كان فاكر إنه هيسافر بعد ما المادة تخلص. سبونج بوب ومستر سلطع راحوا يزوروه، وشفيق أعلن بفخر إنه كسب المسابقة. مستر سلطع سلم الجايزة لشفيق اللي قعد يتنطط من الفرحة، بس المفاجأة إن المجلة دي كانت قديمة ومستر سلطع كان عايز يستغنى عنها لأنها واخدة مساحة في الدرج. سبونج بوب سلم عليه ومشي، وشفيق زعل جدا لما استوعب إنه هيقضي ال10 سنين الجايين جوه المكان ده.